عم انا رايد بنتك خلصانه، انا دخلت البيت عشان انا مش راضي امشي معاها اكتر من كده. انا جاي لك قدر مجيتي وقدر طبق الشوكولاته اللي قدامك ده عشان غالي. عارف انت مش سامع؟ الدنيا وصلت لحد فين؟ ما تعرفش سعر وعارف. السعر كان عليه، كنت عايز اسيبه عشان تقدر بس شلته. ارمي ورقك يا جد. بشتغل بشتغل وبقبض اللي يمشيني النص الشهر، والنص التاني باخد من ابويا وامي عشان بس نبقى على نور. انا مكفي نفسي بالعافيه. كمل. شقه؟ لا. مين قال لك بقى ان انا حرامي؟ مفيش بقى جو التمليك ده، انساه. ده كان ايام محمد علي، ايام الباشا محمد علي، ايام ما كانت الشقه ب2 جنيه. دلوقتي هو ايجار، فاهمني؟ والله اعلم بقى. ندفع اول شهر، تاني شهر، تالت شهر ممكن نتعثر واترمى انا وبنتك في الشارع، وهنيجي نقعد معاك في اي اوضه في اوضتها اللي هناك دي اللي هتتقفل دي. فبس عشان نبقى على نور. دهب؟ ها سمعت انا صح؟ طب عامة يا بنتك قال لي عندها حساسيه من الدهب والشغل الفكسان ده، بس لو وجبت قوي ويرضيك ان انا ابيع فص كبد ولا كليه انا ما عنديش مشكله، بس بنتك هتبقى واخده راجل لا مؤاخذه ناقص حته عشان نبقى على نور. لو انت قافش في الدهب قوي هتسامح عند ربنا، كله عند ربنا. عايشه في نفس ايه مستوى. بنتك كانت بتجيلي جعانه، بنتك انا باكلها بقالي سنتين، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ده انا جاي مش ما قدمتليش غير شاي، يعني يا ريتها كان في حاجه غير الشاي كنت حتى كسرته عيني بيها. يا عم قول كلام غير ده. هي هتعيش زي ما انا عايش، ابيض على الابيض، اسود على الاسود برضه. مش عايز ارتلع عمي. انا اقدر مجيتي المره التانيه عشان ما اسحبش وامشي. انت مش واخده بالك ان ابوك عمال يعقد وانت قايله لي تعالى ومكلماه والشغل ده؟ انجزي بقى، خش اتصرفي في الموضوع ده. هتقرا الفاتحه حافظها ولا هو ما امشي؟ طب يلا بقى زغرتي، يلا. انت ارضيك بنتك اتكسر بقلبها؟ عايز البنت تعيط وتتكسر وتتفطر انجز يا بقره.